اسمعني كويس قوي، لان دي اكيد مش صدفة. انت هتفتح الفيديو ده لسبب. لما تكون بتدخل في علاقة turn on turn off كتير قوي، اعرف ان في كل مرة انت بترجع فيها بتاخد كارت شفا. كارت شفا انك بتفهم نفسك اكتر، او بتفهم الشخص ده بيدوس على ايه اكتر. فمن فضلك ما تحاولش تركز بس على حتة الوجع الألم هو هيرجع امتى، ان انت تقعد في الويتنج ليست، في قائمة الانتظار. ركز ان في كل مرة الشخص ده بيبعد عنك وبيرجع لك، حلاوة لهفة الحب ولهفة الشوق، وان انت كنت مشتاق له وعايز تحكي له الحاجات اللي فاتت دي. انا مش بقولك حط كرامتك فوق واعمل وسوي. انت لو عايز ترجع ارجع، ملكش دعوة بحد بيقولك ايه. بس الفكرة عندي في نقطة مهمة قوي، ان كل مرة بيخرج فيها وكل مرة بيبعد عنك وكل مرة بتتأذى فيها وكل مرة بتعيش وجعك مع نفسك وكل مرة تيجي تحكي لحد من صحابك ويقولك كفاية بقى، او تقولك ارحمينا بقى يا بنتي ده كرامتك اتبعترت، يا بنتي كفاية ما ترجعيش، وانتي عايزة ترجعي، انا بقولك ارجعي. لان هتوصلي لمرحلة او هتوصل لمرحلة enough، I'm done، انا مش قادر خلاص. انا مهما كنت بعشقه، انا يا سيدي هحبك ما بيني وما بين نفسي، بس خلاص enough كفاية. فاحنا بنعمل ايه؟ ركز مش في العلاقة نفسها، ما تركزش في ان انتوا بترجعوا وبعد كده تنغاصوا تاني اتجاه نفس المشكلة. ما تبصش على النتيجة، بص على جذر المشكلة نفسها. هي ايه اللي بيخلي المشكلة تحصل اصلا؟ ايه اللي بيخلي العلاقة تيرن اوف مرة واحدة؟ وايه اللي بيخليها ترجع تتيرن اون مرة واحدة؟ الرسالة اللي الكون بيبقى عايز يديها لي من علاقة زي دي ممكن تقعد سنين.